السلام عليكم، كي دايرين؟ انا رجعت معكم فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى اولا لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال وتكون اموركم غاديه مزيان مع الشهر الفضيل ان شاء الله. وبالنسبه للاقتراح اليوم بغيت نشارك معكم واحد الكيك مالح بالبورو والطون والزيتون، كيجي غزال شهوه منه الصراحه. نتمنى انكم تجربوه. هانتوما كيف تشوفوا راه كيجي مفشفش ماشي مدقص. نتمنى انكم تتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش تشوفوا المقادير والطريقه. وبالنسبه للمقادير، في واحد البول غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، حجم متوسط ما كبارش بزاف، الا كانوا كبار نديروا 3. غادي نضيف عليهم شويه ديال الزعتر، اكيد غادي تكونوا نقيتوه هكا ودوزتوه بين يديكم. هنا عندي كاس الا ربع تقريبا ديال زيت البلديه، زيت العود. غادي نضيف عليهم كاس ديال الحليب بحراره المطبخ، وغادي نخلط هاد المكونات هكا بالفوي بالطراب اليدوي، ما يحتاجوش اننا نديرو الكهربائي. صافي غنخلط مزيان حتى يتجانسوا العناصر، وغنزيد هنايا البورو اللي غادي نكون شحرته قبل في شويه ديال زيت البلديه ومليحه والبزار. الا ما كانش عندكم البورو ديروا البصله البيضاء، هكا الحمراء كتكون شويه حاره، ولكن من الافضل انكم ديروا البورو حيت المذاق ديالو كيجي مميز. هنا غادي نضيف شويه ديال البزار، وكيف تشوفوا رانا ما ضفتش الملحه حيت مازال غادي نستعمل الطون وغادي نستعمل الفرماج. المهم هنايا ضفت هنضيف 2 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، غادي نغربلوهم اكيد. وهنا غادي نضيف 2 خميرات كيماويه، 2 من فئه 8 غرام. صافي غادي نغربل هادشي كامل، وغادي نبقى نخلط الخليط ديالي هكا غير بالطراب اليدوي كيف قلت لكم حتى يتجانس لي الخليط كامل، ما يبقاوش دوك الكويورات ديال الطحين راكم عارفين. هنا كيف تشوفوا تقاد لي الخليط، غادي نضيف عليه شويه ديال الثوم. حاولوا انكم تفرتشوه وانه ما يكونش فيه الزيت، يعني تصفيوه مزيان. وغادي نضيف الزيتون، هنايا عندي مخلط ما بين زيتون كحل والزيتون الاخضر، كيبقى لكم الاختيار باش ديروا غير نوع واحد ديروه. وغادي نضيف واحد الكميه لا باس بها من الفرماج، تقدروا تستعملوا اي نوع متوفر عندكم هكا غير يكون محكوك. وصافي غادي نخلط هاد العناصر عاوتاني وغادي نديرهم في واحد المول. هنا جبت المول ديالي، انا درت فيه غير البابي هكا كويسون. نتوما الا عندكم حيت كيلصق ليه هذا المول، داكشي علاش الا عندكم المول ديالكم ما كيلصقش غادي دهنوه بالزبيده وترشوا عليه الطحين عادي كيف الكيك اللي كنديرو يوميا. صافي وغادي نخوي داك الخليط ديالي هنايا ونحاول انني نساويه مزيان وندير واحد الخويط هكا الوسط، غير ناخذ واحد موس اولا هذوك العويدات ديال اللي كنديروا فيهم البغوشيط، ونحاول انني ندوز الوسط ديال الكيك ديالي هكذا، ديك الساعات ندخلوه للفران. نتوما الفران على حسب الفران ديالكم كيفاش كطيب فيه الكيكه، يعني واش كيحتاج انه يتسخن قبل او لا تتخدموه على البارد، نتوما راكم عارفين قياس فرانكم. صافي غادي ندخلها حتى تطيب على خاطرها، وهانتوما كتشوفوا انا خرجتها هنا باقا سخونه. وهنا غادي نرش عليها واحد شويه ديال الفرماج هكا باش
حتى كيذوب غير من باب اننا نزوقوا الكيك ديالنا. كان عندكم حتى الحبيبات ديال البافو تقدروا ديروهم، المهم كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا كيف تشوفوا الشكل ديالها نهائي. انا هنا حطيتها في طبق التقديم حتى بردات، ودرت معها كزينتها بشويه ديال الخس وشويه ديال الطوماط سوريس. والتقديم كيبقى اختياري لكم على حسب الذوق ديالكم واللي متوفر عندكم. وكيف تشوفوا الكيك ديالنا راه كيجي فريمون هشيش وصراحه بنين. انا درته قبل الفطور يعني ما ذقتوش حتى وكان فطرنا حتى فرقنا الصيام الله يتقبل، وديك الساعه ذقته نقدر نقول لكم انا المذاق ديالو رائع رائع رائع، يستحق التجربه. انا غادي نقطع لكم هنا منه واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. يعني كتشوفوا الزويتنات باينين الطون، مهم كيجي مفشفش ماشي مدقص. نتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها في هذا رمضان هذا ليكم ولحبابكم. وإلا عجبتكم لا فيديو تخليوا لي لايك وتعليق محفز، وعلاش اللي مازال ما اشتركش يشترك معايا في القناه باش يتوصل بكل جديد ان شاء الله. وخليتكم على خير وعواشركم مبروكه مره اخرى. السلام عليكم.